معظم الناس في العالم كله بيكون عندهم فضول إنهم يعرفوا أشياء عن مستقبلهم وإزاي ممكن حياتهم تتغير في لحظة. ودايما بيكون معروف إن في أسئلة بتدور في دماغهم، زي إمتى هيكونوا أغنياء، أو حياتهم الزوجية هتكون سعيدة ولا لأ. وده اللي حصل فعلا. بنت اسمها مارجريت عمرها 25 سنة كانت شغوفة جدا بعالم الغموض ومعرفة الأشياء الخفية عن المستقبل، وعشان كده سابت دراستها وقررت تتعرف أكتر عن قراءة التاروت وتفهم إزاي تقدر إنها تعرف المستقبل عن طريق ورق التاروت. مارجريت اعتبرت تعليمها لقراءة التاروت إنه هيفيدها كتير في شغلها الفترة اللي جاية في حياتها، على عكس أهلها اللي كانوا متضايقين منها جدا لأنها سابت دراستها واتجهت للسكة دي. وده خلى مارجريت تقدر إنها تسيب البيت وتروح تعيش في بيت تاني خاص بيها في مدينة فلوريدا، وده يعتبر شيء طبيعي في بلاد الغرب. بدأت بعض الناس يسمعوا عن مارجريت قارئة التاروت، وده خلى ناس كتير تروح لها علشان يعرفوا أكتر عن اللي ممكن يحصل لهم في المستقبل. وفي يوم كاتي أخت مارجريت زارتها في بيتها. مارجريت فرحت جدا أول ما شافت أختها، كان بقالها فترة طويلة ما شافوش بعض، لكن كاتي كانت جاية تقول لها إن باباها تعبان جدا والدكاترة قالوا إن باباها مش هيعيش كتير. ولما مارجريت سمعت الكلام ده حزنت جدا على باباها وفضلت تبكي من حزنها عليه، لكن كاتي أختها قدرت تهديها واتفقوا سوا إن تاني يوم يروحوا يزوروا باباهم في المستشفى، وده كان هيساعدهم كتير إن حالة أبوهم تتحسن. وبالليل مارجريت قعدت مع أختها كاتي في أوضتهم يتكلموا شوية ويحاولوا يخرجوا من حالة الحزن اللي كانوا فيها. بدأوا يفتكروا أيام طفولتهم. مارجريت كان عندها ألبوم مليان بالصور القديمة ليها ولجميع عيلتها، لكن في آخر الألبوم لاحظت إن في بعض الكروت من ورق التاروت. وفي اللحظة دي كاتي ادت لأختها هدية، كان كتاب تحذيري ومعاه كروت من ورق التاروت. كاتي طلبت من أختها إنهم يبدأوا جلسة علشان تقدر تعرف بيها إيه اللي كان ممكن يحصل لها في المستقبل. وفعلا مارجريت بدأت الجلسة وطفت أنوار البيت بالكامل وأخدت الكتاب وقرت التحذير اللي موجود فيه، وبعد كده حطت الورق قدامها. الكروت كانت مختلفة عن أي ورق تاروت هي شافته قبل كده، وعلى الرغم من قلق مارجريت لكنها ما حبتش ترفض طلب أختها، وبدأت تفتح الورق وتخلطه ببعضه زي ما الكتاب كان بيقول. وبدأت في اختيار جميع الصور اللي طاقتها بتكون إيجابية، واختارت 5 كروت من اللي بتعبر عن الأحداث المهمة، زي مثلا إنها هتحب إمتى وهتشتغل إيه وهتعيش لحد قد إيه. مارجريت كانت مركزة جدا في الورق اللي قدامها، ولكن فجأة سمعت أصوات بتهمس في ودانها. الأصوات دي كانت جاية من ناحية أوضة نومها. سابت كاتي وراحت ناحية الأوضة بتاعتها، كانت عايزة تشوف إيه سبب الصوت ده، لكن اتفاجئت لما شافت إن الدولاب بتاعها كان مفتوح وكل أوراق التارو كانت واقعة على الأرض. مارجريت كانت في حالة صدمة من اللي شايفاه، لأنها كانت متأكدة إنها كانت قافلة الدولاب بإيديها كويس. بدأت تنزل على الأرض وتلم كروت التاروت، ولكن وهي بتلم الورق حست وكأن في حد كان بيراقبها من تحت السرير. ولما بصت مارجريت ناحية السرير شافت راس لحد، أول ما شافها استخبى منها بسرعة تحت السرير. مارجريت كانت مرعوبة جدا، لكنها اتمسكت وراحت ناحية السرير ورفعت الغطا علشان تتأكد بنفسها لو كان في حد ممكن يكون مستخبي تحت السرير، لكنها ما لقيتش أثر لأي شيء. بدأت تهدي نفسها وتكمل لم الورق لحد ما خلصت وقفلت الدولاب. لكن قبل ما تخرج بلحظة من الأوضة عيونها شافت خيال لبنت صغيرة كانت واقفة وبتبص عليها من ورا باب الحمام. وأول ما البنت لاحظت إن مارجريت شافتها خافت واستخبت ورا الباب. مارجريت اتفاجئت وسألت نفسها البنت دي دخلت إزاي بيتها ووصلت كمان لغرفة نومها.
أخدت الزهرية اللي كانت جنبها تدافع بيها عن نفسها، وكانت متجهة للحمام ببطء. ولما فتحته لقت طفلة صغيرة عمرها ما يزيدش عن 7 سنين، كانت قاعدة في ركن في الحمام. كان شكلها باين عليه إنها خايفة من حاجة، وده خلاها تصعب على مارجريت. عشان كده قربت ناحيتها وهي بتحاول تركز في شكل البنت دي، يمكن تكون شافتها قبل كده، لكن ما كانتش قادرة تفتكر. مارجريت سابت الزهرية اللي في ايديها وراحت ناحية البنت وقربت منها وسألتها وهي بتحاول تهديها وتقول لها ازاي وصلت لهنا. لكن البنت ما كانتش بتتكلم، وفجأة البنت الصغيرة جريت عليها واترمت في حضنها وكأنها مرعوبة من حاجة. مارجريت فضلت تطبطب عليها وأخدتها، وكانت لسه هتخرج من الحمام، لكنها شافت نفسها في انعكاس المراية اللي كانت موجودة في الحمام. وقتها قلبها كان هيقف من الرعب، وده لما شافت نفسها وهي واقفة، لكن البنت ما كانتش ظاهرة في المراية. في اللحظة دي مارجريت اترعبت ورجعت بظهرها لورا، وده خلاها خبطت في الجردل اللي كان موجود في الحمام ووقعت على الأرض وأغمى عليها. أختها جت تجري لما سمعت صوت مارجريت وهي بتقع في الحمام، أخدتها وقعدتها على الترابيزة اللي كانوا قاعدين عليها في الأول. لكن مارجريت كانت مصدومة من اللي شافته وخايفة جدا وعمالة بتترعش من كتر الخوف، وحكت كل اللي شافته في أوضتها لأختها كاتي. لكن كاتي هدتها وجابت لها كوباية مية تشربها علشان تهديها، وقالت لها إن دي ممكن تكون هلوسة لأنها ما نامتش كويس. ولما مارجريت هديت، أختها طلبت منها إنها ترجع تكمل بداية قراءة التاروت، علشان الكتاب بيقول إنها لازم تكمل اللي بدأته في القراءة وما توقفش. لكن مارجريت كانت في حالة صعبة وما كانتش قادرة تكمل، لحد ما فجأة تليفونها رن. مامتها اللي كانت بتتصل، ولما ردت عليها اتفاجئت بمامتها كانت عمالة بتبكي والحزن باين في صوتها. في الأول مارجريت اعتقدت إن باباها حصل له حاجة، لكن اتفاجئت لما مامتها قالت لها إن باباها بخير وحالته كويسة جدا، لكن الكارثة واللي وقف الدم في العروق. لما سألتها وقالت لها مالك يا أمي، أمال انتي بتعيطي ليه؟ وهنا كانت الصدمة. قالت إن أختها كاتي عملت حادثة على الطريق، كانت متجهة الظهر في طريقها لزيارة أختها، وده خلى العربية تتقلب بيها، والناس خدوها لما لقوها لسه فيها الروح وجريوا بيها على المستشفى، وهي دلوقتي في غيبوبة بين الحياة والموت. مارجريت بعد اللي سمعته حست بدوخة وكانت خلاص هيغمى عليها. كانت خايفة ومرعوبة وبتسأل روحها لما أختي عملت حادثة وفي المستشفى دلوقتي، أمال اللي واقفة قدامي دي تبقى مين؟ وفي اللحظة دي بصت مارجريت ناحية شبح أختها، ملامح وشها كلها اتغيرت، وفجأة اتحول شكلها لنفس شكل البنت الصغيرة اللي ظهرت ليها في الحمام. وفي لحظة قربت ناحيتها بسرعة ومدت ايديها ناحية رقبتها وفضلت تخنق فيها لدرجة ان مارجريت كانت خلاص بدأت تحس انها بتتخنق ومش قادرة تاخد نفسها. في اللحظة دي مارجريت أخدت بالها من وجود زهرية كانت بالقرب منها، مسكتها وخبطتها بيها، وبعدها مارجريت أغمى عليها. ولما فاقت ما لقيتش أي أثر لشبح أختها في المكان. قامت وراحت ناحية الترابيزة علشان تقعد، لكن لاحظت حاجة غريبة قدامها. لما مسكت أوراق الطارو ال5 وقلبت كل كارت فيهم على الناحية التانية، لقت الكروت كلها فاضية ومفيش عليها أي رسومات ما عدا آخر كارت كان مكتوب عليه كلمة واحدة بس: الموت. وقتها جالها اتصال من مامتها بتقول لها فيه إن أختها ماتت. في اللحظة دي مارجريت افتكرت كل حاجة، إنها لما جت تأجر الشقة كانت عارفة من صاحب البيت إن في بنت صغيرة كانت عايشة في الشقة دي قبلها وماتت.
وروحها ما زالت موجودة في البيت اللي هي فيه لحد النهاردة. مارجريت كانت في حالة صدمة كبيرة ورعب من كل اللي عاشته. أخدت كل حاجتها ورجعت على أهلها، وقررت إنها هتفضل معاهم ومش هتشتغل في قراءة التاروت ده مرة تانية. وبالرغم من إنها وقفت قراءة التارو، لكنها كانت كل ليلة بتقوم من نومها على كوابيس، وبتحس دايما طول الوقت بوجود شبح أختها كاتي، ونفس شبح البنت الصغيرة وهم قاعدين جنبها وبيراقبوها طول الوقت. في النهاية لازم كلنا نعرف إن قراءة التاروت ده وهم كبير والناس كلها مخدوعة فيه. كلنا لازم نعرف إن المستقبل ده بإيد ربنا، ومحدش يقدر يعرف إيه اللي مكتوب له في الدنيا إلا لو حصلت معجزة. وكلنا عارفين إن زمن المعجزات انتهى من زمان، فياريت محدش يمشي ورا الوهم ده، لا في يوم يصحى يلاقي نفسه عايش وحواليه الأشباح محوطاه من كل مكان. لو القصة عجبتكم اعملوا لايك للقصة واشتراك في القناة. أشوفكم في قصة رعب جديدة وأقول لكم سلام.